تعرفوا اننا نقدر في 10 دقايق بس نعمل احلى جبنة كريمي غنية وصحية من غير اي مكونات غريبة، بقوام وطعم ما تقدروش تفرقوها عن الجاهزة، وبمكونات طبيعية وبطريقة بسيطة جدا هنوصل لنفس الطعم والقوام اللي بندفع فيه ارقام فلكية من بره. هقولكوا في الفيديو كمان ازاي تقدروا تغيروا في طعمها وتضيفوا لها نكهات مختلفة، وازاي تقدروا تحفظوها لأطول فترة ممكنة في التلاجة. انا نسمة ودي قناتي، لو اول مرة تشوفوها اشتركوا وفعلوا جرس ويلا بينا نبدأ على طول. اول حاجة تعالوا نشوف المكونات اللي احنا محتاجينها. هنحتاج طبعا لبن، استخدمت هنا لبن طبيعي مش لبن مبستر، بيدي نتيجة ممتازة، طعمه احلى واغنى كتير من اللبن التاني. وعلشان نفصل اللبن هنحتاج مادة حمضية، انا بفضل الليمون لانه نكهة الخل بتبقى واضحة كده وصعب نتخلص منها بسهولة. لكل لتر من اللبن هنحتاج معلقتين كبار عصير ليمون، وهنحتاج طبعا ملح. في حلة هبتدي انزل اللبن، دول مش لتر واحد، دول 3 لتر تقريبا عشان هعمل كذا نوع. هبتدي بقى ارفع الحلة دي على النار وهستنى لحد ما الحليب يسخن. طيب احنا محتاجين اللبن يسخن لحد فين؟ محتاجين درجة الحرارة توصل تقريبا 85، يعني قبل ما اللبن يغلي بحاجات بسيطة. اول ما يوصل للدرجة دي هبتدي انزل الليمون ووطي النار شوية وابتدي اقلب بقى 5 دقايق كده، واحدة واحدة هتلاقوا اللبن ابتدى يفصل. بصوا، في الاول هتلاقوا كمية صغيرة قوي، هنفضل نقلب على نار هادية لحد ما اللبن كله يفصل. بصوا، هتبتدوا تلاقوا ان اللبن كله فصل بقى وجمع بالشكل ده. في المرحلة دي هطفي النار وهغطي اللبن وهسيبه 10 دقايق. علشان نصفي اللبن بقى هنحتاج بولة كبيرة ومصفى، وهحتاج كمان قماش شاش او القماش اللي بنصفي فيه الجبنة. لو مش متوفر عندكم هنستخدم اي قماشة نظيفة تكون خفيفة زي الشيفون مثلا. بصوا، ده شكل اللبن بعد ما فصل. هبتدي اشيله واصفيه كويس قوي وانزله في المصفى. شايفين القوام ده؟ لحد هنا احنا عملنا جبنة قريش. الجبنة الكريمي بتاخد خطوة كمان زيادة، وعلشان اتخلص من نكهة الليمون هنزل مية باردة كده على الجبنة، وبعد كده هبتدي اصفيها كويس قوي. بصوا، هعصرها جامد كده لحد ما تنزل اغلب المية اللي فيها، انا مش عايزاها تبقى ناشفة تماما. ده شكلها بعد ما صفيناها. هنقلها بقى في طبق. هنحتاج بقى نزود عليها كام حاجة عشان تدينا الجبنة الكريمي اللي احنا بنحب طعمها. اول حاجة هنحتاج زبدة طرية، هحتاج معلقتين كبار زبدة. بعد كده بقى هنحتاج نزود الملح، وبفضل ان احنا نزود الملح بالتدريج، يعني حطوا حبة صغيرين وتدوقوا وتشوفوا مناسب ليكوا ولا محتاجين اكتر. انا هنا حطيت معلقة صغيرة، وهنبتدي بقى نضرب الجبنة كويس قوي عشان عايزينها تتحول للقوام الناعم الكريمي اللي احنا بنحبه ده. واحنا بنضرب الجبنة هنحتاج نص كوباية لبن نكون مسخنينه شوية، وهنضيفه بالتدريج واحنا بنضرب لحد ما نوصل للقوام اللي احنا عايزينه. انصحكم ان انتوا تعملوا الخطوة دي في الخلاط، ما تستخدموش الهاند بلندر. مش بس انها بتوفر وقت ومجهود كبير، لا كمان بتديني قوام ناعم قوي. انا هنا استخدمت الهاند بلندر عشان تشوفوا بس الخطوات واضحة. الخطوة دي محتاجة شوية صبر، لان هي بتاخد وقت على ما تتحول من القوام ده للقوام الناعم الكريمي اللي انتوا شفتوه في اول الفيديو. تقريبا بالهاند بلندر اخدت معايا ربع ساعة. وعلشان نوصل للقوام اللي بيلمع والشكل الكريمي الناعم قوي اللي بنشوفه في الجبنة الكوبايات هنحتاج نزود معلقتين زيت. هفضل اضرب بقى لحد ما اوصل للقوام ده. بصوا بقت كريمي وناعمة ازاي كده، هي جاهزة. لحد النقطة دي احنا عملنا كده الجبنة الكريمي الأساسية، اللي هي زي الكيري او الفيلادلفيا، اللي هي الكريم تشيز السادة خالص البيزك اللي مفيش فيها اي نكهات اضافية. تقدروا كمان ما تزودوش الملح وتستخدموها للحلويات زي التشيز كيك او الفروستنج بتاع السينابون او الكاب كيكس، بتكون نتيجتها ممتازة. هنقلها بقى في برطمان معقم وهقفلها وهحطها في التلاجة. شايفين القوام عامل ازاي؟ حبيت بقى اوريكم ازاي نقدر نضيف نكهات ونغير في طعم الجبنة وتبقى شبه اللي احنا بنجيبها من بره. في 3 اختيارات. اول حاجة ان احنا نزود قشطة وتبقى جبنة كريمي بطعم القشطة، فهنحتاج معلقتين كبار قشطة بلدي.
او ان احنا نخليها بطعم الجبنة تشيدر، ودي مفضلة عند كل الولاد الصغيرين. فهنستخدم لكل 250 جرام جبنة كريمي 100 جرام جبنة شيدر، بس نخلي بالنا ان احنا نستخدم جبنة يكون طعمها قوي عشان تبان معانا في الاخر. وتالت حاجة ان احنا نقدر نضيف بسطرمة، فتبقى كيري بسطرمة او تبقى جبنة سبريد بطعم البسطرمة. وفي اوبشنز كتيرة قوي ان احنا نغير الطعم، ممكن تزودوا بابريكا، ممكن تزودوا اعشاب. عشان نعمل نكهة الجبنة الشيدر هزود الجبنة بس تكون بدرجة حرارة الغرفة، وابتدي ازود شوية لبن سخن وانا بضرب لحد ما اظبط القوام. بصوا، ودي انا حبيت ان انا ازود اللبن شوية ويبقى قوامها ناعم وخفيف شوية عن الجبنة الكريمي التانية زي اللي بنجيبها من السوبر ماركت بالظبط. قوامها ناعم جدا وتتقل شوية لما بتدخل التلاجة. ولنكهة البسطرمة هنزل البسطرمة وبرضو هبتدي ازود شوية لبن لحد ما اوصل للقوام اللي انا عايزاه. طيب مدة حفظ الجبنة دي قد ايه في التلاجة؟ لو استخدمنا برطمانات معقمة، وتقدروا ترجعوا لفيديو تعقيم البرطمانات اللي عملناها مع بعض قبل كده، نقدر نحتفظ بيها في التلاجة لمدة 10 أيام. طيب كمية اللبن بتطلع قد ايه جبنة؟ كل لتر من اللبن بيطلع 250 جرام جبنة كريمي. أنا هنا استخدمت 3 لتر من اللبن، طلعولي 750 جرام. طبعا الطعم يجنن، القوام خطير. مستخدمين لبن بقى 100%، مش مستخدمين مكسبات طعم ولا زيوت مهدرجة، بتاكلوا حاجة انتوا حاسين انها حاجة طبيعية وطعمها حلو جدا. اعملوا بيها بقى احلى سندوتشات وبالهنا والشفا. بس كده، لو لسه بتتفرجوا لحد هنا شكرا جدا عشان بتتفرجوا للآخر. ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وشير وتشتركوا في القناة. اشوفكم الفيديو الجاي.